ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ انا بقالي كتير ما بطلعش اتكلم، وانا يعني كنت مشغولة شوية كده الفترة اللي فاتت. ف يعني في حاجة كده شفتها امبارح قبل ما انام، بصراحة يعني استفزتني جدا. فاول ما نشرتها عندي على الصفحة لقيت كل جماهير الاهلي بتهاجم وبتقول انت زملكاوية وانت بتهاجمي النادي وانت قاعدة تقري على النادي وبتحسدي النادي. فانا هحكي لكم القصه كلها يعني بسرعه عشان ما اخدش من وقتكم. كابتن شوبير منزل كلام او تصريحات اتخذت على لسانه، يعني ان في مشروع هيتعمل في النادي الاهلي. الجمهور يعني ان المشجع يدفع 100 جنيه عشان خاطر يروح يتفرج على التدريب ويقابل اللعيبه بتاعته، ان المشروع ده مشروع عملاق جدا، يعني ممكن يجيب ملايين للنادي الاهلي. طيب طب انا عايزه اسالك يا كابتن شوبير سؤال. هي الرعاة اللي ما شاء الله كل يوم راعي بيمضي مع عقد مع النادي الاهلي، واخرهم الراعي اللي مضى اول امبارح في الفندق اللي انا بتكلم منه هنا دلوقتي ده، اللي اتعمل له هنا يعني حفله صغيره كده كان فيها مجلس اداره النادي الاهلي بس مع الشركه اللي هي مضت معاهم، اللي عرفوا انها شركه تحول رقمي، يعني حاجه تكنولوجيه. مش هقول يعني اسماء. الرعاة دول فلوسهم بتروح فين او بتعملوا بيها ايه؟ وفين الدخل اللي بيجي من التذاكر بتاعه الماتشات؟ وفين الحاجات اللي بتاخدوها من الشركات اللي ماضيه معاكوا زي شركه بريزنتيشن كده؟ عايز اسالكوا سؤال، يعني هو النادي الاهلي محتاج فلوس؟ يعني عايزاكوا تعدوا معايا كده عدد الرعاة اللي مضى معاهم النادي السنه دي، بدايه من اتصالات وجي ال سي وفكروني انتوا بقى عشان انا والله العظيم بنسى بسرعه يعني. انا كنت حاضره حتى المؤتمرات دي، يعني حضرت جزء منها، يعني حضرت كذا مؤتمر. حوالي ما يقرب من 10 رعاة وقعوا مع الاهلي السنه دي. طيب انتوا عايزين تدعموا النادي ان الجمهور يروح يشوف التمرين ويدفع 100 جنيه. طب انت مش صعبان عليك المشجع الغلبان ده اللي بيدفع حق تذكرة المترو بالعافية انه يدفع 100 جنيه عشان يروح يتفرج على تدريب ملوش لازمة؟ مش كفاية شركة تذكرتي بوظت الكرة المصرية وبوظت الماتشات من ساعة ما عملت الاي دي فانز والتذاكر ام 100 و300 و500؟ في ناس بتقدر تدفع، بس معظم الغالبية العظمى من جمهور النادي الاهلي من البسطاء، مش عايزة اقول يعني فقراء، يعني اللفظ ده ما يتقالش، لكن من البسطاء اللي هم يعني لو دفعوا مثلا حق تذكرة المترو ممكن يتأثروا بيها. طب انتوا مش مكسوفين من نفسكم يا مجلس إدارة النادي الأهلي؟ عايزين تلموا من دم الجمهور الغلبان فلوس عشان خاطر تستفيدوا منها؟ عملتوا ايه انتوا للجماهير؟ ده كفايه ان الجماهير بتجري وراكم في كل مكان، عايزين تاخدوا منها كمان فلوس؟ زمان يا كابتن بيبو لما انت كنت بتلعب في النادي الاهلي كنتوا بتاخدوا فلوس من الناس عشان تحضروها التدريب؟ والله انا افتكر اول ما اتخرجت واشتغلت في الميديا انا كنت بروح بدخل النادي بتفرج على التدريب وبشرب عصير ليمون ب3 جنيه كمان في قلب مختار التتش، مش هدفع 100 جنيه عشان اروح اتفرج على التمرين. كفايه بقى يعني كفايه. الناس اللي في الشارع دي هتلاقيها من ايه ولا من ايه؟ من البنزين، من السولار اللي بيغلى، ولا المواصلات اللي غليت، ولا من الاكل اللي بيغلى، ولا من كل حاجه غليت في البلد؟ كمان عايزين تاخدوا فلوس من الجماهير كمان؟ حاجه مستفزه بصراحه. في ناس معاها تدفع، لكن مش اللي بيجوا دول بتوع بابي ومامي، دول هم اللي جمهور الاهلي. مش ده جمهور الاهلي. جمهور الاهلي ده اللي بيشجعك في كل المحافظات، اللي قاعد بيستناك كده قدام التلفزيون، اللي انت عايز تاخد من كل واحد 100 جنيه عشان يروح يشوف التدريب. بصوا كفايه، الكره المصريه باظت، الكره المصريه باظت. اسالوا نفسكم المنتخب ما بياخدش بطولات ليه؟ عشان في ناس مسيطره على الكره المصريه، شله مع بعضها، مش هقول اسماء بس انتوا عارفين كويس انا اقصد مين. وطول ما الشله دي اللي بيسيطر على الكره المصريه عمرنا ما هنشوف بطولات.
ويا ريت بقى وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي يشوف بقى كل واحد ويحاسب الانديه ديت، لان كده كفايه قوي بقى، يعني كفايه قوي. يشوف بقى يعني كل، بدل ما تحاسب نادي واحد بس، لا الكل يتحاسب، وتعرف كل الميزانيات بتاعت الانديه بتروح فين وبتيجي منين. وانا هتكلم تاني وهعمل فيديو تاني. فاتمنى ان كلامي ده، انا مش خايفه من جماهير الاهلي، ادخلوا اشتموا واعملوا اللي انتوا عايزينه، بس انا بتكلم عشان شايفه في حاجات بتحصل مش كويسه، ما ترضيش اي حد، حتى اللي معاه فلوس. حتى انا واحده اهو معايا فلوس ولا ادفع حتى ربع جنيه عشان اشوف تمرين النادي الاهلي.